السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة تالتة. بص بقى، أنا عارفك إن الدنيا بايظة معاك كتير في الفيزيكس، فتعالى كده نلم لك شوية حاجات. بص، أنت داخل فيزيكس سنة تالتة لازم في شوية حاجات كده تاخدهم معاك كده قبل ما أنت تخش. ليه؟ كل مادة ليها بيزكس بتاعتها، ليها الأساسيات اللي أنت ما ينفعش تخش المادة دي غير لما أنت تكون معاك. فأنت من ضمن الحاجات الفيزيكس دي ليها أساسيات، وأساسيات مش الفيزيكس بس، ده أساسيات في الماث برضه. يعني أنت لازم وأنت داخل كده سنة تالتة وراح تدرس فيزيكس لازم يبقى معاك حاجتين داخل بيهم كده بسم الله الرحمن الرحيم. دول معايا ايه هما الحاجتين دول؟ ان انت يبقى معاك ماث كويسه، وان انت يبقى معاك فيزيكس كويسه اللي انت درستهم طوال السنين اللي فاتوا. تمام؟ تعالى بقى الخص لك الدنيا واهم حاجات انت المفروض تبقى فاهمها لما تخش في اي درس. يعني في اي درس هتخش في الفيزيكس لازم تراجع الحاجات دول قبل ما تخش فيه. ليه؟ عشان كل درس من دول بيعتمد يجيب لك سؤال يربطه بحاجه من دول، يجيب لك سؤال يرتبطه بحاجه من دول. فدول احفظهم دلوقتي او افهمهم دلوقتي وظبطهم كويس، عشان بعد كده تبقى انت مرتاح تخش اي درس. خلاص المسائل اللي هي من النوع ده بتعتمد على الافكار دي انا فاهمها وتمام زي الفل، مفيش امتحان بيخلى من الحاجات دي. تعالى بقى نرصهم بسرعه. يبقى انت عندك نوعين من الاساسيات، عندي فيزيكس بيزكس وعندي ماثيماتيكال بيزكس. تعال نبدا بالماثيماتيكال بيزكس. انا عندي اول حاجه الجيومتري. ما تنفعش تبقى انت طالب سنه ثالثه ومش عارف الحاجات دي. يعني ايه مش عارف؟ مثلا البريميتر والاريا بتاعت السكوير قد ايه؟ البريميتر بيبقى 4 تايمز السايدز، والاريا بتبقى ال سكوير. لو السايد بتاعي طوله 5 يبقى لو عايز الاريا يبقى 5 سكوير، لو عايز البريميتر يبقى انا باخد 4 تايم 5 يديك 20. ده باختصار. طيب لو ريكتانجل، لو انا عايز الاريا لينس تايم الويدث. طيب شكرا. انما لو عايز البريميتر يبقى 2 وافتح براكت ال بلس الويدث. طيب لو انا عايز الريكتانجل التراينجل لو انا عايز البريميتر بعمل دول السايدز كلهم بلس A بلس B بلس C. طيب لو عايز الاريا يبقى هاف البيز تايم الهايت. طيب جميل جدا. نخش بقى على السيركل طبعا ليها سيركمفرنس وليها بريميتر او ليها اريا. الاريا بتاعتي باي ار سكوير. الار ده الراديوس بتاعي، يعني من هنا من النقطه دي من السنتر لحد اي نقطه على المحيط بتاعي دي بسميها الراديوس. يعني من هنا لهنا راديوس، من هنا لهنا راديوس، اي مكان بسميه راديوس. طيب جميل جدا. طيب التوم من الراديوس ده بسميه دايمتر، ده القطر كامل. طيب وده القطر كامل. كلام جميل جدا. يبقى البريمتر لو عايز احسبه، البريمتر اللي هو المحيط بتاعي بحسبه ازاي؟ 2 باي ار. يعني اجيب الار دي اللي هي الراديوس بتاعي واضربها في 2 باي، كده انا جبت البريمتر وزي الفل وبتاع. تمام. الحاجات دي لازم تبقى عارفها وانت داخل سنه ثالثه عشان بيجيب لك اسئله عليها. تاني حاجه الفوليومز طبعا بيجيب لك حاجات بس مش دلوقتي، ممكن قدام. بس اكتر حاجه مشهوره انت عندك السلندر، هي اكتر حاجه، هي والكيوبويد. تعال ناخدهم واحده واحده. انا عندي الكيوب ال باور 3، يعني هو زي السكوير ال باور 2 لو انا عايز اجيب الاريا. الكيوب بجيب ال باور 3 لو عايز اجيب الفوليوم. طيب خد على نفس المنطق، خد بقى الكيوبويد زي الريكتانجل لينس تايمز ويدث. هتزود بعد ثالث، صح؟ البعد الثالث اللي هو الهايت بالنسبه لي يبقى لينس تايمز ويدث تايم الهايت. طيب انا عندي الفوليوم بتاع الكره يبقى عباره عن 4 اوفر 3 باي ار كيوب. طيب اخر حاجه ده يهمني السلندر، بيبقى هي عباره عن الاريا في في الهايت. الاريا بتاعت البيز في الهايت. طيب الاريا بالنسبه لي هنا زي ما انت شايف كده هي سيركل. طيب الاريا بتاعت السيركل لسه واخدينها من شويه باي ار سكوير، فالاريا اللي بتاعتها هتبقى باي ار سكوير. الهايت بتاعي هو اتش بس. خلاص كده انا جبت الفوليوم بتاع السلندر. ده باختصار الجيومتري. تعال نكمل نخش بقى على الجرافس. الجرافس دي اهم حاجه في سنه ثالثه وانت داخل اهم حاجه في الفيزيكس كلها. اهم حاجه في الفيزيكس كلها. ليه؟ لان الجراف ده هو ريليشن بيفهمك اللي بيحصل هنا الجراف، وكمان تقدر تحسب منه حاجات انت ما تقدرش تقيسها عملي. يعني الفيزيكس دايما يا شباب احنا بنحاول نقيس ونشوف الواقع ده صح ولا لا. في حاجات انا ما اقدرش اقيسها، الجراف بيقدر يجيبها لي من غير ما اقيسها. يعني اقيس حاجتين الثالثه مش محتاج اقيسها، الجراف يجيب لك الثالثه. فاهمين الفكره؟ فانت لازم تفهمه. مفيش حاجه. انا دلوقتي في الماجستير اهو دايما برسم جرافات واشوف ريليشن بين حاجتين وثلاثه والكلام ده. فلازم انت عشان تبقى كويس لازم وحتى تفهم ده كويس. فافهمه دلوقتي عشان في كل درس من اول شابتر لحد اخر شابتر يجيب لك مساله تعتمد على فهمك للجراف. فافهمه دلوقتي وريح نفسك باقي السنه كلها. ماشي؟ ركز معايا. بص يا سيدي، الجراف هو ريليشن. انت اعظم يعني اللي انت عايز تجيبه من هنا مثلا اللي هي السلوب. طيب انا عندي مثلا اول ريليشن عندي y equal mx plus c، وهفهمك انواع الريليشن. طب تعال ناخد انواع الريليشن الاول قبل ما افهمك الاسلوب. تعال بس نفهمك انواع الريليشنز الاول، بعد كده افهمك الاسلوب. بص يا سيدي بالراحه كده.
صلي على النبي كده ايه وركز معايا، ركز معايا كويس. بص يا سيدي، انا عندي انواع الريليشن. انواع الريليشن في عندي دايركتلي وفي عندي انفيرسلي، وكل واحده منهم ليها انواع، وفي كونستانت ما بيعتمدوش على بعض خالص. تعال نفهم واحده واحده. يعني ايه دايركتلي؟ كلمه لما اقول لك ده انفيرسلي بروبورشنال او دايركتلي بروبورشنال، يعني ايه الكلام ده؟ دايركتلي يعني بالعربي يقولوها طرد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما ده يزيد ده بيزيد. تمام؟ لما اقول لك انفيرسلي يبقى كل ما ده يزيد ده يقل، كل ما ده يقل ده يزيد. يبقى تاني، كلمه لما اقول لك دايركتلي بروبورشنال ده معناه ايه؟ ان كل ما ده يزيد ده بيزيد زيه، كل ما ده يقل ده يقل زيه بالظبط. طيب كلمه انفيرسلي معناها عكس، ان كل ما ده يزيد ده يقل، كل ما ده يقل ده يزيد. احنا بقى عشان اللغه بتاعتنا احنا في الفيزيكس بقى مش هنقعد نقول لك دايركتلي وانفيرسلي، احنا نرمز رموز كده، احنا نفهمها مع بعض. احنا ناس بتوع فيزيكس، ناس عاليه مش زي باقي البشر، يعني شويه رموز كده نفهمها مع بعض والدنيا تبقى حلوه معانا. ايه الرموز دي؟ تعالى معايا بص كده اهي. علامه التناسب دي اللي هي كده معناها دايركتلي مع مين؟ الواي دايركتلي مع الاكس، الواي دايركتلي مع الاكس. تمام؟ فانا قلت لك واي ايكوال ام اكس، فانت تفهم على طول ان الواي دايركتلي مع الاكس، يعني من هنا تفهم ده. ليه؟ لانها فوق كده. طيب معنى دايركتلي لما ارسم دي ويكون البار بتاعها 1، خلي بالك عشان تطلع ستريت لاين، عشان تطلع ستريت لاين انا دلوقتي هرسم جراف. الجراف ده ممكن يطلع كيرف وممكن يطلع ستريت لاين. اعرفه ازاي؟ قال لك بص على البار بتاع الاكس اللي هو الايه؟ الاندبندنت فاريبل. يعني ايه اندبندنت فاريبل؟ تعال نفهمك واحده واحده، انت بايظ خالص، ركز معايا بالراحه. بص يا سيدي، انت دلوقتي مذاكرتك بتعتمد انت، يعني مذاكرتك اندبندنت فاريبل. يعني ايه؟ لازم انت تروح تذاكر، ما بتعتمدش على حد تاني، ما فيش حد يروح يذاكر لك، انت اللي تروح تذاكر بنفسك. فدي اندبندنت فاريبل، دي بالنسبه للاكس مثلا. طيب انت كل ما بتذاكر اكتر درجاتك في الامتحان هتكون ايه؟ اكتر. فدرجاتك بتعتمد على مين؟ على مذاكرتك. كل ما بتذاكر اكتر كل ما درجاتك هتبقى اعلى، انما لو ذاكرت قليل درجاتك تقل. فكده نقدر نقول ان العلاقه ما بينهم ايه؟ دايركتلي بروبورشنال. يعني دايركتلي معناها ان هم تناسب طردي، كل ما مذاكرتك تزيد كل ما درجاتك هتتحسن، كل ما مذاكرتك تقل كل ما درجاتك هتقل. فدي معناها دايركتلي بروبورشنال. كلمه مذاكرتك اللي انت بتعتمد عليها بقى، اللي انت بتتحكم فيها، انت اللي بتتحكم فيها. انت درجاتك الامتحان ما بتتحكمش فيها، درجاتك الامتحان بتعتمد على مذاكرتك. لكن ما تقدرش انت ونايم كده لا انا عايز الدرجه الفلانيه، انا عايز الدرجه الفلانيه، ما تقدرش يا حبيبي. انت لازم تذاكر عشان الدرجه ايه؟ تبقى كويسه. ماشي؟ ما هي نفس الفكره في الفيزيكس، قيس على الفكره دي الفهمه دي. يعني اول ما تنسى دايركتلي يعني قيس على ده، اللي بتعتمد عليه هو اللي بتحطه على الاكس. ها، اللي انت بتقدر تتحكم فيه ده اللي انت بتحطه على الاكس اكسس، اللي بيعتمد على اللي انت بتتحكم فيه ده اللي بنحطه على الواي اكسس. خلاص؟ يبقى دي على طول واحنا ماشيين على طول لحد اخر السنه تحط دي في دماغك، اللي احنا بنتحكم فيه بنحطه هنا، اللي بيعتمد على اللي احنا بنتحكم فيه بنحطه فوق. كلام جميل. تعال ركز معايا بقى. فانا لو ايه العلاقه بقى اللي بتوصف الكلام ده، انها تقول دايركتلي ان الواي تبقى في وش الاكس كده، يبقى الواي ايكوال ام اكس. تمام؟ فكده معناهم دايركتلي، معناه ان لو الاكس زادت دي زادت. والرياضه بتقول لك كده، كل ما زود ده ضربت في اي حاجه في حاجه تزيد، فبالتالي الريزلت الناتج هيكون اكبر. ده منطقي. طيب كلام جميل. فده بنسميها دايركتلي بروبورشنال. وبوزيتيف ليه؟ عشان هنا الاشاره هنا بوزيتيف. طيب واحده واحده بس، تجيب لي مثال. مثلا اجيب لك مثال مثلا في الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها. تعال خد مثلا المثال ده. الحاجات دي انا هسيبك من الحاجات دي انت عارفها. تعال خش دي. البي مع الاي فوق كده، هي فوق ولا تحت؟ فوق. طالما فوق تبقى دايركتلي، طالما فوق ايه؟ تبقى دايركتلي. معنى الكلام ده ان انت لو رسمت علاقه ما بين الاي حطيتها على الاكس والبي حطيتها على الواي، اضمن ولازم وحتما لابد تطلع ستريت لاين. ازاي؟ هو لازم لما تيجي ترسم علاقه ما بينهم لازم وحتما لابد تطلع ستريت لاين، وتطلع يبدا من الزيرو بالشكل ده كمان دايركتلي. عرفت ازاي؟ يعني انت انا جبت لك المعادله دي انت اول مره تشوفها، بس انت من المعادله دي تقدر تفهم انت لما ترسم هيطلع بالشكل ده. طب عرفت ازاي؟ انت زي ما بقول لك اهو، احنا في الفيزيكس فلازم وحتما لابد نفهم، ودي مش لازم ايه نتكلم كتير، احنا ايه شويه رموز كده نفهم بعضنا بيها وخلصنا الموضوع، ما نحبش الرغي كتير. فانت ازاي فهمت الموضوع ده عشان تاخدها كده على طول؟ ادي البي، الاي فين؟ فوق، صح؟ طالما الاي فوق يبقى افهم انها دايركت، يبقى خدها دايما كده في حياتك على طول، طالما الاي فوق تبقى دايركت. ماشي؟ طيب بعد كده ها، طالما دايركتلي يبقى كل ما الاي زادت البي تزيد. طيب دايركتلي ما ممكن تبقى كيرف، ممكن تبقى ستريت لاين، ممكن تبقى حاجه. اعرف ده ازاي؟ قال لك بص على الباور بتاع اللي انت شايفه. باور الاي هنا كام؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه، يبقى معناها الباور بتاعه 1. طالما الباور بتاعه 1 اعرف على طول انه دايما ولازم وحتما ولابد يطلع ستريت لاين. فيها مشكله؟
اتمنى تكون فهمتها. طيب تعالى بقى ايه، نخش بقى على العلاقه دي. سؤال بقى، الواي مع الاكس دايركتلي ولا انفيرسلي؟ تسال نفسك هي في البسط ولا في المقام؟ لا هي فوق في البسط. طيب يبقى بالتالي دايركتلي على طول وانا بغمض. طيب دايركتلي، برافو عليك. ماشي، دايركتلي هتبقى انهي نوع؟ ستريت لاين ولا هتبقى كيرف ولا هتبقى ايه الدنيا؟ بص على الباور بتاعها، الباور بتاعها ايه؟ 1. خلاص يبقى هتطلع ستريت لاين. نزود حته، ايه الحته اللي هنزودها؟ بلس سي. ايه السي ده اللي طلعنا من فين ده كمان؟ السي ده باختصار ده هيقول لك انت هترسم ستريت لاين صح؟ طب الستريت لاين ده هيقطع واي اكسس في انهي نقطه؟ ممكن يقطع فوق، ممكن يقطع تحت، ممكن يقطع في الزيرو، على حسب ايه؟ على حسب الراجل الطيب ده اللي بنسميه الكونستنت. فلو السي ده كان بوزيتيف اعرف على طول ان الستريت لاين بتاعك ده لازم يقطع فين؟ في البوزيتيف. هيقطع في انهي نقطه؟ في الرقم اللي مكتوب هنا، او في الفيزيكال كوانتيتي اللي موجوده هنا. موجوده هنا في، يبقى هو هيقطع في حاجه اسمها في وتجيبها. مقطوع في اي حاجه خلاص الحاجه اللي مكتوبه هنا هي اللي هتبقى موجوده هنا. فانت افهمها دايما كده، الحاجه اللي موجوده هنا هي اللي هتلاقيها هنا. تمام، كلام جميل جدا. بس يا سيدي، فلو بوزيتيف هيقطع فوق، لو نيجاتيف هيقطع تحت. طب لو زيرو يبقى يقطع في الاوريجن. نرجع للحاله الايه اللي لسه واخدينها دلوقتي. هنا مفيش سي صح؟ ده معناها ان السي بزيرو. احنا ما بنكتبش زيرو بقى، مش فاضيين. احنا قلنا في الفيزيكس، ما بنضيعش وقت. مش هنكتب زيرو. ايه بلس زيرو دي يعني؟ ايه شغل العيال ده؟ ركز معايا. يبقى بالتالي ما بنكتبوش، فهو بالتالي بيبدا من الزيرو. بيبدا من يا فندم؟ بيبدا من الزيرو. فبالتالي مفيش سي. يلا نكمل بقى. يبقى دي كده بنسميها ايه؟ دايركت مش. طب ايه الحاجات زي كده؟ حاجات زي كده زي اللي خدتها في سنه اولى، وحاجه انت هتاخدها برضو في شابتر 2 بعد كده. خلينا بتاعت في سنه اولى. سنه اولى انت خدت ايه؟ الايكويشن دي، فيرست ايكويشن بتاعت الموشن. طيب فالفي ايكوال في اي بلس اي تي. فانا قلت لك قسمت لك علاقه بين التي والفي. اول حاجه اسالك سؤال، دايركتلي ولا انفرسلي؟ تبص كده ده هم فوق، يبقى بالتالي دايركتلي. طيب كلام جميل. السؤال الثاني، هيطلع ستريت لاين ولا كيرف؟ تبص على التي الباور بتاعها كام؟ 1، يبقى لازم تطلع ستريت لاين. طيب بعد كده تبص على هل في ولا لا. في سي هنا. الفي دي اللي هي مكانها السي صح؟ هي مش لازم تتكتب في الاول يعني، ممكن تتكتب هنا، ممكن مش. ما اقول لك انت في ثالثه ثانوي ما تعصبنيش، هم دلوقتي بلس صح؟ فممكن اكتب دي في الاول، ممكن اكتب دي في الاخر. فتشغل دماغ ما تحفظش. هتقول لي ما انت الاكس هنا والسي هنا، انت هنا جايب الفي هنا في الاول. عادي، ممكن ابدلهم، ممكن احطهم، انا حر يا اخي عادي. ما تركبش في دماغك، خلي دماغك واسعه. انت راجل ايه في ثالثه ثانوي. طيب فبالتالي دي ايه؟ هي هتبقى السي. طيب فبالتالي لما ارسم جراف بالشكل ده هيطلع كده نفس الشكل ده بالظبط. مين هيتكتب هنا؟ هيتكتب هنا التي. ومين هيتكتب هنا فوق؟ هيتكتب الفي. ومين هيتكتب هنا؟ هيتكتب الفي اي، لان هي بالنسبه لي هي السي. تمام. تيجي ايه تسالني سؤال، طب انت ما جبتش سيره الام. هي الام هي مين؟ مين هي الام؟ الام هي الستوب. هي يا فندم الستوب اللي بيسموها بالعربي الميل. يعني ايه الميل؟ انت هترسم ستريت لاين صح؟ ايوه هرسم. طب ستريت لاين ده هترسمه مايل ازاي؟ وممكن ارسمه كده، ممكن ارسمه كده، ممكن ارسمه كده، ممكن ارسمه باي طريقه صح. طب احنا لا، احنا لازم نحدد. احنا مش شغالين عشوائي كده، لازم تحدد لي انا هرسمه بمايل قد ايه. مين المفتاح اللي بيتحكم في الميل بتاعي؟ قال لك هو الام. الام اللي بتتكتب هنا هي اللي بتحدد الاسلوب هيبقى مايل ازاي. الام دي هي الاهم حاجه في الموضوع عندك. الام دي هي اهم حاجه في الموضوع عندك، اللي انا بعد شويه كده هفهمك ازاي بنحسبها. ماشي، بعد شويه كده هفهمك ازاي بنحسبها، لان هي دي هو اللي انت التوتال، يعني هي دي اللي انت المفروض تفهمها. طيب بس تعالى اقول لك بسرعه كده دغري على الدغري هي بتمثل مين. فانا دلوقتي دايما الام دي هي اللي موجوده جنب مين؟ موجوده جنب الاكس صح؟ يبقى كل اللي جنب الاكس، يعني اي ريليشن تيجي لك تبص كده مين الاكس. بالنسبه لي الاكس مثلا حاجه كده، كل اللي جنبها وخلي بالك لو في نيجاتيف كل اللي جنبها ده هو بالنسبه لي الاسلوب. ماشي، واعرفك ازاي بنحسبه شويه. بس تعالى بس نخلص نفهم العلاقات الاول، وبعد كده واحده واحده ما تستعجلش، بالراحه، خلي المعلومه تخش بالراحه. ماشي. طيب تعالى بقى ايه، لو لقيت قبل الاكس نيجاتيف، انا كل العلاقات اللي خدتها كانت بوزيتيف، طلعت معايا نيجاتيف، اعمل ايه بقى؟ الدنيا باظت. لا بالراحه واحده. اول حاجه نسال نفسنا سؤال، الواي مع الاكس المفروض دايركت صح؟ طيب الباور بتاع اكس ايه؟ 1 صح؟ ايوه، يبقى المفروض تطلع ستريت لاين. مش ستريت لاين، لازم تطلع ستريت لاين. طيب كلام جميل.
بس في الاخر لقيت ايه؟ نيجاتيف. بوظ لي الدنيا كلها. ليه بوظ لي الدنيا كلها؟ ما هو نيجاتيف. انا لما اكون بوزيتيف معناه ده بيزيد ده بيزيد، انما لما اكون نيجاتيف ان انا كل ما ازيد انا بزيد بالعكس. بزيد ايه؟ بالعكس. دي معناها ان انا الدايركشن بتاعي عكس الحاجه اللي بتزيد دي، انا بزيد بس في عكسها، في عكس الاتجاه. تمام؟ طيب فبالتالي لما ارسم الجراف ده يطلع لك ازاي؟ يطلع لك بالشكل ده. فانت اي ريليشن تجي لك، ودي هتاخدها في قانون اوم، كلوزد لوب، هتلاقيه بالشكل ده. ماشي؟ الكلوز سيركت هتلاقيه فيه نيجاتيف هنا، فلذلك لما هتيجي تلاقي الرسمه بتاعتها هتلاقيها راسمها لك كده. ماشي؟ يلا السؤال بقى، مين هنا هيبقى السلوب ومين هنا هيبقى السي؟ السلوب بالنسبه لك هو نيجاتيف ار. السلوب بالنسبه لك ايه؟ نيجاتيف ار. ليه؟ لان هو ده اللي جنب الاي، صح؟ مش الاي اللي هتبقى هنا، يبقى الاي اللي هنا، يبقى اللي جنبها كله هو بالنسبه لي السلوب اللي يبقى بالنسبه لي نيجاتيف ار، وهتلاقيه هناك برضه نيجاتيف ار. طيب مين اللي بيقطع واي اكسس؟ مين اللي موجود لوحده غلبان كده في حياته؟ الفي بي. يبقى بالتالي الرقم اللي هتلاقيه هنا هو الفي بي. فهمت الفكره بقى؟ يبقى انت كده دايما تبقى ايه؟ فاهم الموضوع. ماشي؟ يبقى هيروح يجي لك بس يجيب لك جراف زي كده، ويقول لك انا عايز الانترنال ريزيستنس وعايز الفي بي، وجايب لك جراف زي كده ومش مديك اي ارقام. تيجي تبص انت عايز تحل فين المعادله اللي نحل فيها؟ مفيش. طب انا اعمل ايه؟ طيب مفيش معطيات، مفيش جيفنز خالص، احل ازاي؟ ما انت يا حبيبي بالراحه اهو، مساله بسيطه خالص. هتجيب الاسلوب، اجيب الاسلوب ازاي؟ قلت لك اصبر شويه كده هفهم لك. طيب الفي بي، بص على الرقم اللي مكتوب هنا هو ده الفي بي بس وخلاص، كده انت حليت المشاكل. نيجي بعد كده حاجه مثلا لو كانت سكوير خلاص، يبقى الباور اتغير بقى سكوير. طالما سكوير يبقى خش انت في كيرف على طول، دخلنا في ايه؟ مرحله ثانيه خالص. الكيرف ده ما فيهوش سلوب، الكيرف ده ما فيهوش سلوب، يبقى بالتالي بيطلع بالشكل ده. ماشي؟ دايركتلي طيب ايه العلاقه اللي شبه ده؟ الكاينيتيك انرجي والكويشن اوف موشن انت خدتها زمان كده لما الفي انيشال بتبقى زيرو. ماشي؟ طيب دي معناها ايه بقى؟ العلاقه دي معناها ايه؟ هم دايركتلي مش دايركتلي؟ دايركتلي بس ايه؟ بالسكوير. طب ايه معناها؟ دي معناها هناك لما قلت لك دايركتلي، لما اقول لك ده دبلد، الاكس دبلد ده للضعف، الواي هتزيد للضعف. لو قلت لك ال هاف يعني قلت للنص، الواي هاف برضه هتقل للنص. ماشي؟ وهكذا. ماشي؟ انما هنا لما اقول لك في سكوير هنا، فده معناه انت لازم تربع الموضوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اقول لك الفيلوسيتي دبل دي معناها 2 صح؟ فلازم تحط سكوير فوق الاثنين تبقى 4، يبقى الكاينيتيك انرجي هتبقى 4 تايمز. فاهم الفكره؟ طيب لو قلت لك دي زادت 3 تايمز تحط فيها سكوير تبقى 9. فاهم الفكره؟ وهكذا. فانت دايما لما تلاقي علاقه بالشكل ده ويقول لك ايه اللي يحصل لده لما يحصل لده، تروح تبص على العلاقه هنا في سكوير، فتخلي بالك سكوير يبقى تربع الحاجه. طيب ده اللي انت تفهمه من ده. طيب تعالى بقى ايه اخر حاجه؟ الانفيرس بروبورشنال. دي معناها ايه؟ انت كل ما تزود لعبك وتضيع وقتك كتير، تخش بقى تلعب كتير وتضيع وقت كتير، ده معناه ان درجتك هتبقى ايه؟ اقل. يبقى انت كل ما ده يزيد ده يقل، صح؟ فدي بنسميها انفيرس بروبورشنال. دي بنسميها ايه؟ انفيرس بروبورشنال. يعني ايه؟ كل ما بزود في الاكس هتلاقيها تحت اهي، هتلاقيها تحت كده في المقام، صح؟ يبقى 1 اوفر اكس. فده لما تلاقي اي حاجه تحت في المقام مع واي دي معناها انفيرسلي. يعني ايه؟ كل ما بزود ده بيقل، او كل ما بقلل ده بيزيد. طيب ايه شبه الحاجات دي؟ تعال بص العلاقه دي اللي انت المفروض هتاخدها في شابتر 2. ماشي؟ كل ما الدي يزيد وانت مغمض العصر من غير ما تفهم حاجه، كل ما الدي يزيد ايه اللي يحصل للبي وانت مغمض؟ انت ما بتفهمش وما عملتش تجربه ولا عملت اي حاجه. ماشي؟ وانت قاعد كده في ايه؟ قاعد في البيت وبتفكر لو انا زودت الدي ايه اللي يحصل للبي؟ هتقل. المفروض انت مغمض ليه؟ لانها تحت خالص. فاهم الفكره؟ فيطلع لك لما تيجي ترسمها على الجراف لازم تطلع بده. فانت بص من غير ما تدرس الشابتر اهو، لو جات لك شويه جرافات احط لك شويه جرافات كده واحط لك هنا دي وبي واقول لك مين فيهم تختار دي. ليه؟ لانها انفيرسلي بروبورشنال بس وخلاص. فاهم؟ طيب بس يا سيدي تعالى بقى ايه نعرف ازاي بنجيب الاسلوب، وده مهمه جدا. تركز معايا قوي، تركز معايا قوي عشان نعرف نظبط الحته دي. مهمه جدا جدا. هات ورقه وقلم كده وبالراحه كده واهدى كده واقعد كده بالراحه عشان دي مهمه جدا. والله العظيم دي مهمه جدا. فركز واقعد في مكان هادي. بص يا سيدي، هو جاب لي جراف بالشكل ده. ماشي؟ وانا عايز اجيب الاسلوب. دايما في الجراف بجيب حاجتين، الاسلوب والسي. فلو بدا من الزيرو يبقى خلاص السي بزيرو، خلاص هو بدا من الزيرو يبقى اعرف ان السي اللي موجوده هنا بزيرو.
طب لو بدا من حاجه ثانيه يبقى اعرف السي هي الحاجه الثانيه. بس انا مش خلاص فهمتها لك دي. تعالى بس نفهم الاسلوب، نفهم ايه ازاي بنجيب الاسلوب. بص يا سيدي اكتب ورايا. اول حاجه بحدد نقطتين. بحدد ايه؟ نقطتين. نحدد نقطتين. ماشي؟ ادي نقطتين اهو. وتسمي واحده 1 وتسمي واحده 2. طيب كلام جميل جدا. تروح عند البوينت 1 وتروح تبص على الرقم المكتوب هنا. الرقم المكتوب علينا هو ده واي 1. ركز معايا، الخطوات دي امشيها معايا واحده واحده. طيب عندي اللي عملته في واي 1 تعمله في ال 2. تروح هنا اللي مكتوب هنا ده واي 2. الرقم المكتوب هنا ده واي 2. طيب اللي عملته في واي تعمله لي في اكس عشان ما تزعلش. فتنزل كده الرقم اللي مكتوب هنا ده اكس بتاع البوينت 1، والرقم اللي مكتوب هنا ده الاكس بتاع البوينت 2. الخطوه دي تعملها وانت ايه مركز بالراحه. طيب ايه الاخطاء الشائعه؟ ايه الاخطاء الشائعه؟ ان اختار نقط هنا او نقط هنا او نقط هنا او نقط على الخط ده او نقط على الخط ده. دي اخطاء شائعه. طب ايه الاخطاء الشائعه؟ ان انت تستعجل تربك وايه وتبوظ الدنيا. او ان انت مثلا دي بوينت 1 صح؟ انا سميت البوينت نفسها، ما سميتش النقط اللي هنا، انا سميت البوينت. بحط نقطه بوينت كده واقول عليها 1 بوينت هنا على الايه؟ على اللاين بتاعي. ماشي؟ اي 2 بوينت اي 2 بوينت يا سيدي انت حر. طيب كبرت برضه لازم ايه تشيل المسؤوليه برضه. اختار اي بوينت اللي انت شايفها. ماشي؟ بس لازم اهم حاجه تخلي بالك انت تاخدهم ايه؟ على اللاين. طيب خدتهم على اللاين، بعد كده اعمل ايه؟ اول ما تاخدهم على اللاين بالشكل ده زي ما قلت لك. ممكن ايه الاخطاء الشائعه؟ الاخطاء الشائعه ان انت دي 1 صح؟ فرحت سميت دي ايه؟ واي 1. تمام؟ وتروح انت طبعا ايه مستعجل فتروح ايه؟ تخلي دي هي الاكس 1. ما هي دي الاخطاء الشائعه ان انت بتستعجل تعملها من وجهه نظر انا خلاص كبرت واعملها من ضربات الدنيا باظت على طول. لا انت بالراحه اعملها بالراحه. 1 2 دي واي 1 ودي واي 1 ودي اكس واي 2 ودي اكس 1 ودي اكس 2. خلصنا الموضوع. عملت دول وطلعت الاربع ارقام دول خلاص عوض في الريليشن دي. واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. جبت الاسلوب وانا زي الفل ومحدش يهمني. اعملها بالراحه. خش على اي مساله اعملها بالراحه هتلاقي الدنيا مشيت معاك. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ ايه الطريقه الثانيه؟ احيانا ما يجيبليش ارقام بس يجيب لي ايه؟ زاويه. طيب في الحاله ان هو اداني انجل الاسلوب اجيبه ازاي؟ اقول له مش لاعب؟ لا نلعب قاعد مفيش مشكله احنا ما يهمناش. ليه؟ بتوع الماث قالوا لنا على جنب كده قالوا لك انت لو هو ادالك انجل فالتان سيتا بتساوي الكلام ده اصلا. قلنا لهم متاكدين؟ قالوا لنا متاكدين. قال له يعني على ضمانتكم؟ قالوا على ضمانتك. خد بس انت تان سيتا ومالكش دعوه. بس فاحنا هنثق فيهم يعني دول ناس محترمين برضه. يبقى الايميل هو ايه؟ تان سيتا. الاسلوب اجيبه تان سيتا. طب بس خلي بالك لو زادت السيتا يعني دي سيتا ورحت انا قدامي لاين تاني وده سموه لي ايه وده سموه لي بي، مين اكبر ايه ولا بي؟ لو جربت على حسبه ان انت مره حطيت مثلا السيتا ب 30 ومره حطيتها مثلا 45 هتلاقي ان انت كل ما بتزود السيتا الاسلوب بيزيد. فده معناه ان مين اكبر ايه ولا بي؟ ايه بي. ايه اكبر. هو يقول لك مين اكبر ايه ولا بي، يجيب لك حاجات كده وما يديكش حتى انجلز بس يسالك سؤال يقول لك مين اكبر ايه ولا بي، وانت تبص الاسلوب دايركتلي وانفرسلي وعلى اساس انت بتجاوب. فلو كانت الايه هي دايركتلي يبقى ايه؟ الايه اكبر من البي. خلاص؟ يبقى هي دي الفكره بتاعه الاسلوب. ماشي؟ طيب فانت تخلي بالك بس يعني دايما في المعادلات خلي بالك برضو في الحته دي. كل اللي جنب الاكس هو الاسلوب. كل اللي جنب الاكس هو الاسلوب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ تعالى كده بص قول لي بقى. تعالى برضو في البي عشان دي بحبها. في المعادله دي مين هنا الاسلوب؟ اكتب كده الاسلوب وجاوب كده. اكتب وقول لي الاسلوب المفروض يطلع كذا. لو بس الاول انا هقول لك بس هي الاكس بالنسبه لك هي الاي والبي هي الايه؟ الواي. مين هنا الاسلوب؟ بص دايما كده ما تشتغلش وخلاص، انت تشتغل بمبدا. الفيزيكس دي لغه المبادئ. ناس محترمين ويعني وزي الفل. المبدا يريحني. ايه المبدا هنا؟ المبدا ان كل اللي جنب الاكس هو الاسلوب بالنسبه لي. فانت بالنسبه لك الاي هي الاكس فكل اللي جنبها مين اللي جنبها؟ هتقول لي ميو. لا كل اللي جنبها بقول لك يعني الميو وال2 باي والدي كلهم بالنسبه لي ايه؟ كلهم بالنسبه لي ايه؟ اسلوب. ماشي؟ فانا لو هكتب كده يبقى الاسلوب بالنسبه لك كل دول. فهو يعمل ايه؟ يجيب لك جراف بين اي وبي
تمام، ويديك الميو ويقول لك انا عايز الدي، او يديك الدي ويقول لك انا عايز الميو. فاهم الفكره؟ بس هو غالبا بيديك الميو ويقول لك انا عايز الدي. ماشي، لان الميو ثابت فمش محتاج يو. طيب خلاص، فهي دي الفكره الاساسيه من الاسلوب. ماشي، يبقى ازاي بنجيب الاسلوب؟ نختار 2 بوينت على اللاين، سمي بوينت 1 وسمي بوينت 2، او يعني عادي براحتك، سمي براحتك، بس بعد ما سميت خلاص امشي على كده. روح عند بوينت 1 هات لي واي 1، عند بوينت 2 هات لي واي 2، اللي عملته في واي تعمله في اكس، هات لي اكس 1 واكس 2، عوض في الميل، الميل ايكوال واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. برضه الخطا الشائع، خطا الشائع برضه، الخطا الشائع ايه بقى؟ بص كده، الخطا الشائع ان انت تكتب اكس 2 ماينس اكس 1 فوق، وتحت تكتب اكس 1 ماينس اكس 2، انت تشقلب. خطا شائع. ماشي، فتخلي بالك وانت بتعوض، تعوض وانت ايه مركز. ده بالنسبه للاسلوب. بقى في ريليشنز تانية كتير على فكره في الفيزيكس، بس انا بالنسبه لي الحاجات اللي فاتت دي اهم حاجه، بالاضافه لايه؟ للساين والكوزاين. دول ما بيطلعوش بالشكل اللي فوق، لا بتطلع ستريت لاين ولا كيرف، بتطلع ايه؟ بتطلع ويف كده. طب دي هستفاد منها فين؟ دي هتستفاد منها بعدين في الالترناتيف كارنت شابتر 4 وشابتر 3 برضو. فساعتها بقى ايه لما نوصل هناك كده بقول لك على السريع، بس انت فاهمها ان دي الشكل ده، اعرف ان دي مش حاجات اللي فوق خلاص، دي بيبقى فيها ساين وكوزاين ويف. طيب ناخد مثال سريع، تعالى نطبق الكلام اللي احنا قلناه هنا. اول حاجه قلنا بنعمل ايه؟ نختار 2 بوينت، تعالى بس نكتب القلم اهو، ادي بوينت 1 وبوينت 2، محدش يختار لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، دايما على اللاين. اخترت الاثنين دول، انت ممكن تختار اثنين تانيين براحتك. طب ليه انت اخترت الاثنين دول بالاخص؟ عشان دول بص على ايه في البوينت دي، فانا لو بصيت هنا هلاقي رقم وبصيت هنا هلاقي رقم، انما لو اخترت البوينت دي هي ينفع ينفع، بس مش هتلاقي رقم، هتقعد تقرب وتشوف وتعمل ميكروسكوب وكده. فدي اوضح لي بالنسبه لي. فدي واي، هسمي النوت دي 1 واسمي دي 2. ماشي، طيب البوينت دي واي 1 دي واي 2، يبقى عندي 20 و40. اللي عملته في واي اعمله في اكس، دي الاكس بتاعت البوينت 1 ودي الاكس بتاع البوينت 2. بس نعوض في الاسلوب، يبقى الاسلوب بتاعي بيساوي ايه؟ واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. طب ممكن اعكس؟ ممكن تعكس. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول واي 1 ماينس واي 2، بس لازم بدات 1 يبقى تبدا بالاكس 1 برضه ماينس الاكس 2، الاثنين يطلعوا نفس الحاجه. الاثنين يطلعوا. طب تعالى نعوض كده، يلا نعوض. واي 1 بكام؟ تعالى نبص، واي 1 اهي 40 ماينس واي 2 ب 20. ماشي كلام جميل. تعالى بقى ليه اللي تحت، اكس 1 بكام؟ 4 ماينس اكس 2 ب 2. يلا يا ريس، 40 ماينس 20 بكام؟ 20. 4 ماينس 2 ب 2. 20 اوفر 2 ب 10. بس يا سيدي، هو ده الاسلوب باختصار. حاول تحل دي كده وتجيب لي الايه الحاجات بتاعتها كده وانت قاعد كده. الفيكتور والسكيلر. الفيكتور والسكيلر ده يا شباب هنحتاجه في شابتر 2، هنحتاجه في ايه؟ في شابتر 2. ماشي، ايه الفرق بين الفيكتور والسكيلر؟ الفيكتور والسكيلر باختصار خالص ان احنا دخلنا في الفيزيكس لقينا بنحل كده معادلات وكده لقيناها بتطلع غلط، مع ان احنا عاملين كل حاجه صح. فاكتشفنا ان دي نوع خاص من الفيزيكال كوانتيتيز لازم نخترع لها جبر جديد، وده انت خدته في سنه اولى. طيب ايه خواصها دي؟ ان دي بتتعامل معاها بطريقه تانية. طب ليه بتتعامل معاها بطريقه تانية؟ لانها وجدوا ان في فيزيكال كوانتيتي تحتاج ماجنتيود بس عشان اعرفها، وفي فيزيكال كوانتيتي عشان اعرفها لازم اعرف حاجتين، الماجنتيود بتاعها والدايركشن. فدي بنسميها فيكتور كوانتيتي. انما الحاجه اللي هي بتحتاج ماجنتيود بس دي بسميها سكيلر. طب زي ايه الفرق بين الاثنين؟ انا دلوقتي لو قلت لك غمض عينك وانا هضربك، ايه المعلومات اللي انت محتاجها عشان تعرف تصد الضربه؟ هتقول لي انا عايز اعرف انت هتضربني بايه الاول عشان اعرف اذا كان ممكن اصدها ولا اجري. يبقى انت لازم تعرف الماجنتيود. تاني حاجه لازم تعرفني انت هتضربني في انهي اتجاه، انا بغمض عيني اهو انا مش عارف هتضربني في انهي اتجاه، لازم تعرفني الدايركشن بتاعها. يبقى معنى كده ان الفورس دي فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. طالما انا محتاج ان انا اعرف الماجنتيود بتاعها والدايركشن يبقى دي فيكتور. انما لو انا قلت لك انت عندك كام سنه دلوقتي، تقول لي مثلا 16، في انهي دايركشن؟ تقول لي هو ده. يعني ايه ده انهي دايركشن؟ ملهاش معنى صح؟ يبقى دي سكيلر. طالما ملهاش معنى يبقى سكيلر. قلت لك درجه حرارتك كام؟ تقول لي مثلا درجه حرارتي 37. في انهي دايركشن؟ ايه اللي هو انهي دايركشن؟ يبقى دي سكيلر. خلاص، يبقى طالما حاجه ملهاش دايركشن بنسميها سكيلر، ليها دايركشن
بنسميها فيكتور. ايه الحاجات اللي الشهيره عندك؟ فيكتور الماجنتيك فلكس انتنسيتي اللي هي البي، ماشي. بس انا عايز افهمك ازاي بتتعامل مع الحاجات دي. بص يا سيدي، الفيكتور لو معايا تو فيكتور انا عايز اعمل لهم بلس، عشان كده انت هتحتاج تجمع، يقول لك واير ويقول لك حاجات تانية جنب بعض، وانت بتحتاج دلوقتي تجمع الايه؟ الماجنتيك فيلد بتوع الاثنين، فانت بتتعامل معاهم كفيكتور، بتتعامل معاهم كايه؟ كفيكتور، ماشي. فانت بتجمع عادي، ممكن تتعامل يعني تتعامل معاهم ان هم ك دايركشن، بس دي ما بتجيش كتير، فانا هسيبها الاخر. يعني هي ما بتجيش كتير ان انت تجمعهم كفيكتور، بس انت تفهمها برضه، هقولها لك برضه ضميري عشان تبقى انت متاسس صح، وانا هعمل اللي عليا. لو معايا تو فيكتور A و B عايز اجمعهم جرافيكال، اجمعهم ازاي؟ قال لك امسك الاول وادي الثاني، حط الايه؟ ستيب اول حاجه درو ذيم هيد تو تيل، يعني ايه؟ امسك واحد من دول حطه في ديل الثاني، فالايه في ديل البي او البي في ديل الايه، الايه في ديل البي او الايه البي في ديل الايه. طيب بعد كده قال لك الفيكتور الجديد اللي هي الريزلت بتاعتهم مجموعهم في الاخر، هيبقى هتمسك بقى الفيكتور الجديد ده وتحط بقى ايه؟ تبدا من الديل الاول those are vectors that start at the tail of the first، يبدا من الديل الاول وينتهي ايه؟ في راس الاخير، تمام؟ الهيد بتاع الاخير كده. ده جرافيكال، خدتها في سنه اولى بس بقولها لك بسرعه. طيب يعني عشان كده معناها ان A بلس B هي نفسها B بلس A، ماشي. بص كده لو عايز تاخد لها سكرين شوت وتفهمها براحتك تبقى حاجه بسيطه خالص، ماشي. طيب نخش بعد كده على ايه؟ ازاي بجمعهم واجيب الماجنتيود بتاعهم. طيب بص يا سيدي، لو عايز هنا معايا تو فيكتور وعايز اعمل لهم بلس، لما تقول بلس عادي، لا ما هو الفيكتور ما بنعملش بيها بلس عادي، قال لك على حسب، ممكن تو فيكتور دول يكونوا في نفس الدايركشن، فلو هم في نفس الدايركشن بعمل بلس عادي. طب لو هم اوبوزيت بعمل ماينس. يبقى انت تبص الاول، تو فيكتور دول مع بعض ولا عكس بعض؟ لو هم مع بعض اعمل بلس عادي، 2 بلس 3 5، شكرا خلصنا الموضوع. طب لو هم عكس بعض يبقى اعمل ماينس 5 ماينس 3 ب 2، خلصنا الموضوع. انما هم لو بيربنديكولار على بعض، واحد ماشي كده والتاني ماشي كده، هم فيكتور بقى ليهم اتجاهات، واحد اتجاهه كده واحد اتجاهه كده، فهم بيربنديكولار. في الحاله دي اجيب الريزلت بتاعهم ازاي؟ قال لك من فيثاغورس، بايثاغورس. فاكرين بايثاغورس اللي هي بتتجاب ازاي؟ فاكرين بايثاغورس؟ اللي هي روت ده سكوير بلس ده سكوير، تمام؟ نكتبها لك اهي عشان برضه ما تنساش. اقول لك هقولها لك تحت بس انت فاهمها دلوقتي. في حاله ان هم بربنديكولار بجيب ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير، ماشي. هنا بقى لو عايز اعمل ريزوليوشن للفيكتور، معايا الاساسي وعايز اعرف الاثنين التانيين اجيبهم ازاي؟ قال لك لو انا معايا يعني دلوقتي ايه؟ كان معايا حاجتين عايز اجيب الريزلت بتاعتهم، واحد واثنين، وعايز اجيب التالت بتاعهم. فبعمل ايه؟ قلت لك انا عندي ثلاث حالات، يا اما هم مع بعض فاعمل لهم بلس، هم عكس بعض بعمل لهم ماينس، او هم بيربنديكولار فبعمل ايه؟ بايثاغورس، صح؟ احيانا بيبقى العكس، يبقى ايه العكس؟ ان هو ايه؟ مديني ريزلت وعايز الكومبوننت بتاعته، عايز الاكس والواي بتاعته، تمام؟ فساعتها بعمل ايه؟ لو عايز اجيب الاف بتاعت الاكس اللي في اتجاه اكس بقول اف كوساين سيتا، السيتا تبقى تحت اهي. لو عايز الواي بقول اف ايه؟ ساين سيتا. برضه دي ما بتجيش كتير في ثالثه ثانوي، بس انا بقولها لك عشان تبقى انت متاسس ومتين كده، تمام؟ خد سكرين شوت للحاجات دي، الحالات دي كلها، عشان لو احتجت حاجه منهم، ماشي؟ يبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وانت داخل في فيزيكس كده ابقى فاهم كل حاجه بتتعمل ازاي ورايحه فين وجايه منين. طيب سكيلر برودكت برضه دي فاهمها عشان قاعده اليد اليمنى، A دوت B هي اي بي كوزين ثيتا، ماشي؟ دي هتلاقيها في المagnetic فلكس. الفاي دي جايه منين؟ ما هي جايه ان انا عندي اريا فيكتور والبي فيكتور، الاثنين لما عملوهم ضد بعض بيطلع لي سكيلر. طب ليه طلع لك سكيلر؟ عشان انا بستخدم سكيلر برودكت، عشان كده بتلاقي اي بي كوزين ثيتا. هتلاقي في ناس بتعملها ساين، في ناس بتعملها ساين بس بتغير الزاويه. فانا دايما باخد الانجل اللي هي ما بين ما بين يعني اروح اخدها كوزين كده، تعالى بس افهمك عشان تبقى فاهم، وبعد كده انت اشتغل براحتك. انا بفهمك وانت اشتغل براحتك. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي المagnetic فلكس ماشي في الاتجاه ده، وانا معايا اريا، الاريا دي ليها نورمال عليها، يعني نورمال عمودي عليها. يعني مثلا السبوره دي بالنسبه لي ايه العمود عليها؟ ده اتجاهه فين؟ اتجاهه كده عمود عليها رايح لك كده، يعني الاتجاه بتاع السبوره ده رايح لك، مش انت بتشوف صح ولا ايه؟ ما الشاشه دي بتطلع ضوء صح؟ الضوء ده رايح فين؟ رايح لك انت عمود عليك صح؟ هل الضوء كده صح كده؟ طيب فانا بالنسبه لي
الدايركشن ما بين ده اللي رايح كده وما بين النورمال، فدي بالنسبه لي هي اللي بالنسبه لي ايه، هي السيتا. هي ايه بالنسبه لي السيتا. في واحد تاني يعني هو بالنسبه لي انا كده دلوقتي لو ماشي كده ده النورمال صح، وادي انا عندي ماجنتيك فيلد ماشي كده صح، فبيعمل انجل. بيعمل انجل ايه؟ بيعمل انجل هنا هو داخل كده، ها الانجل ما بينها وما بين النورمال هنا اللي هي الانجل دي هتساوي كام؟ على اساسها السيتا دي بتعمل الاي بي كوزين سيتا. طب معنى الكلام ده ايه؟ معناها ان انا كل ما اقلل السيتا، يعني شوف هو داخل، كل ما اقلل السيتا يعني برفعه لفوق كده، كل ما اقلل السيتا اللي يحصل مع السيتا دي ما بين ايه اللي داخل والنورمال. فانا كل ما برفع ده كده لفوق كده السيتا بتقل. لما السيتا تقل ايه اللي يحصل للكوزين سيتا؟ كوزين سيتا تزيد. انت عارف انت لو كتبت كوزين 40 وكوزين 30 هتلاقي 30 اكبر، الاقل هو اكبر. طب اكبر حاجه للكوزين ايه؟ كوزين 0. كوزين 0 دي اكبر حاجه. عشان كده انت لما ايه تقعد تلف كده تلف كده تلف كده لحد ما الانجل تبقى 0 ما بين الاثنين، في الحاله دي الاي دوت بي هتبقى بكام؟ تبقى ماكسيموم، اللي هي هتبقى كام؟ الحاله دي هتبقى اي بي بس، ماشي، اللي هي هتبقى اف اي في البي. طيب في حاله ان انا زودتها بقى، زودتها بقيت لحد ما بقيت كده، فبالتالي يبقى ايه؟ كأن الماجنتيك فيلد رايح كده ومعايا انا مثلا ايه الاريا عامله كده، فالنورمال عامل كده صح؟ فالانجل ما بين الماجنتيك فيلد انتنسيتي والاريا بالنسبه لي نورمال 90. طيب كوزين 90 بكام؟ بزيرو. طيب في ناس بتقول لك ايه خليها ساين، خليها ساين واعتمد ايه؟ اعتمد ان انت مع الاريا نفسها، فاعكس الزاويه يعني انت ما تاخدش الزاويه اللي هنا، ما تاخدش الزاويه، لا انت خد الزاويه ما بينها وما بين اللاين نفسه اللي هي هنا من نفسه. تمام؟ فدي كل ما بتزيد تزيد فبالتالي هتبقى لحد ما توصل ايه 90. في حاله لما تبقى 90 يعني لو بقيت كده بص كده ادي الماجنتيك فيلد رايح كده ورسمتها لك كده، فهي داخله كده عامله انجل كام 90 صح، فلما اعمل ساين 90 يبقى ب1. لكن المفروض انا ايه بعمل كوزين 0 لان النورمال كده صح، ادي النورمال اهو وادي الانجل اللي ما بينهم 0 او كده، فبالتالي لما اعوض هتطلع لك برضه انت. فانت عايز تشتغل بدي اشتغل، عايز تشتغل بدي بتشتغل، شوف ايه الاسهل لك. بس انا بفهمك الاساس جه منين، الاساس بتاعها جه منين. ده بيبقى غالبا في الماجنتيك فلكس ماشي. طيب بس يا سيدي، طيب فبالتالي اللي بيطلع من هنا بالاخر، اللي بيطلع في الاخر بيكون ايه؟ بيكون سكيلر ولا فيكتور؟ بيكون سكيلر، مش كده مالهاش دايركشن. ماجنتيك فلكس هو بيعد الحاجات اللي الخطوط اللي داخله الاريا دي بس وخلاص. بس يا سيدي ها تمام. قاعده اليد اليمنى برضو وليه نستخدم يقول لك ايه امبير اليد اليمنى وامبير اليد اليسرى والهبل ده. بص يا سيدي هي جت برضو ان دي فيكتور، جت عشان ايه؟ هما ايه؟ فيكتور صح؟ طيب فالفيكتور انا عندي 2 فيكتور، لما اعمل فيكتور تايمز فيكتور بيطلع لي حاجتين، يا اما سكيلر يا اما فيكتور، على حسب ايه؟ على حسب انت عملت بانهي طريقه. فانت لو كانوا هما فيكتور برودكت فقلت A دوت B بيطلع لك سكيلر، انما لو قلت A كروس B يطلع لك فيكتور. طيب في حاجات بتطلع لي فيكتور، طب الحاجات اللي بتطلع لي فيكتور دي بعمل بيها ايه؟ لازم اعرف الدايركشن بتاعها. ما مش فيكتور يبقى ليها ماجنتيود وليها دايركشن، فلازم اعرف الدايركشن بتاعها. طيب اعرف الدايركشن بتاعها ازاي؟ انا عرفت الماجنتيود ان انا هعملهم كده بالريليشن هعرف الماجنتيود، انما لو عايز اعرف الدايركشن اجيبه ازاي؟ بقول لك الرايت هاند رول. تمام؟ في الرايت هاند رول دي انت ممكن تستخدمها بدماغك او تعتبر القوانين اللي هي موجوده عندك، مره امبير لليد اليمنى، مره امبير لليد اليسرى، مره مش عارف السكرول، كلهم جايين من نفس الفكره. ان انا معايا لما اقول لك انا عندي هنا زد، انا عندي بص كده انا عندي هنا اكس راح على الواي راح على الزد راجع على الاكس تاني، فلما اقول ودول بالنسبه لي هم دول الفيكتور، انا هفهمك هي جت ازاي ماشي. فهمتها ما فهمتهاش مش مشكله. خلي هنا ماشي ادي الاكس
لا خليها العكس عشان ايه متتلخبطش. خلي هنا الاكس وهنا الواي وهنا الزد. فانا دلوقتي لما اعمل A كروس واي يطلع لي فيكتور زد. ماشي. الزد ده دايما ايه بالمديكولار عليه، يعني انا عندي الاكس والواي في بلين، الزد بالمديكولار على البلين ده. ماشي. طيب فانا بجيبها ازاي؟ فانا رايح من اكس لواي صح، فيطلع لك زد، زد هيبقى ايه بوزيتيف في الاتجاه ده. ماشي. طيب فانا دلوقتي لو معايا انا ايه، لو قال لك ممكن نستخدم ايه قاعده اليد الايه اليسرى مثلا. فانا هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي الاكس فوق ماشي، الواي في الاتجاه ده، الزد هتبقى فين؟ تبقى ده خارجه كده. ماشي. طيب لو يعني فهم ايه الفوها بالطريقه دي، انا ما عرفتش ارسم لك واي طالعه يعني الزد دي المفروض طالعه بره، يعني اكس والواي في البلين بتاع البورد بتاعتي، الزد المفروض هتطلع بره، بس انا مش عارف اطلعه بره يعني، فرسمت لك بالشكل ده. فهم ايه قال لك ادي الاكس وادي الواي، فيبقى الزد ماشيه كده، فعملوا القاعده دي. ماشي. فلما اقول لك اكس في واي بيطلع لك زد بالمديكولار عليه. طب لو عكست، لو انا ايه عكست قلت لك ايه، ها اكس زد في واي، زد في واي، زد في واي، ساعتها فين الزد؟ زد بالنسبه لي كانت هنا في واي، يبقى يطلع لك اكس فوق. طب ممكن ارسم لك رسمه تاني؟ ممكن ارسم لك تاني. يعني ممكن اخلي ايه، اعمل كده واقول لك دي اكس، واعمل لك مثلا اقول لك كده مثلا دي واي، واقول لك اتجاه الزد فين، برضه هتستخدم ده، ادي الاكس هنا وادي الواي هنا، يبقى الزد برضه هتبقى طالعه. طب افرض انا عكست لك بقى، خليت لك ايه، خليت لك هنا مثلا وليكن اكس وخليت لك هنا واي، ممكن اعمل زي ما انا عايز. فادي الاكس اهي لفوق صح، وادي الواي رايحه كده، فالف ايدي. طيب يبقى الزد داخله جوه، فاهم الفكره؟ فهم عملوا القاعده دي من الفكره دي. ماشي. طيب ولو عكست تبقى نيجاتيف بقى، لو عكست تبقى نيجاتيف، يعني عملت قلت لك واي تايمز الاكس يطلع لك نيجاتيف الزد. ماشي. فهي القواعد دي جايه من الفكره دي، جايه من ان انا بعمل ايه فيكتور برودكت اي كروس بي بتساوي اي بي ساين ثيتا، برضه الثيتا بتبقى ما بين الايه الفيكتور الاول والفيكتور الثاني. بس يا سيدي ده بالنسبه لايه للفيكتور، ولا انت بتفهمها في الحاجات دي؟ طيب انا بستفاد منها ايه انت في سنه ثالثه؟ في سنه ثالثه زي ما قلت لك الرايت هاند رول دي دايما بتيجي في الامتحانات، يجيب لك ماجنتيك فيلد وماجنتيك فيلد، او يجيب لك واير، يقول لك واير ماشي فيه كده كارنت ماشي، وبيطلع ماجنتيك فيلد وفي فورس. تمام. فانت بيقول لك ساعتها بقى كده، بيقول لك ايه ان معاك اف وبي وايه و اكس وال. ماشي. تاني اف وبي واي، اف وبي واي. ماشي. فالثلاثه دول مع بعض دايما بيبقوا برينديكولار، دايما بيعملوا الايه الرايت هاند رول دي او الليفت هاند رول. ماشي. يعني بيطبق عليهم الايه الفيكتور، يعني الفورس زي ما قلت لك هي فيكتور، فلازم اعرف الدايركشن بتاعها، فبطبق عليها القواعد دي. هم بقى ايه بيحنكوها بحيث ان هم يوصلوا للايه للفكره. انا بوصلك الفكره جت منين وخلاص، عايز تحفظها احفظها، محدش هيقول لك انت إيه انت زي ما فهمتهاش، بس عادي مش هتفرق. تعالى بقى نخش على ايه اهم حاجه، الجيومتري. طبعا عندك التراينجومتري اللي هي الحساب مثلثات، طبعا ده مهم جدا. عندي ده الهايبوتنس وده الاوبوزيت وده الادجسنت. طيب عندي طبعا زي ما انتم عارفين التراينجومتري اللي هي الحساب مثلثات بستخدم فيها البايثاغورس. ان انت دلوقتي عندي adjacent وopposite وهايبوتنس، ممكن استخدم بايثاغورس ان انا اجيب الهايبوتنس ده سكوير بلس ده سكوير. عندي الساين بتساوي الاوبوزيت على الهايبوتنس، الاوبوزيت على الهايبوتنس. لو عايز ساين سيتا، عايز الكوزاين بتبقى adjacent وهايبوتنس، عايز التان بتبقى اوبوزيت اوفر adjacent. ودي مهمه جدا الحاجات دي جدا، لان انا بستخدمهم و ما ينفعش ما ابقاش عارفهم. في كل الشباتر ممكن اجيب لك حاجات تعتمد على ان انت فهمك للموضوع ده. ماشي. خصوصا بقى ايه في شابتر 2 اللي لازم اعرف ازاي بجيب ايه بايثاغورس يعني. ماشي. طيب دي بسيطه ان شاء الله.
solving equations دي بتحتاجها في شابتر 1 خصوصا في كيرشوف ومنزلوف، خصوصا في كيرشوف اكتر حاجه. في كيرشوف اكتر حاجه لازم تعرف تعمل solving equation. ازاي بقى اعمل solving equation؟ بص باختصار خالص، انت solving equation معناها ايه؟ ان انا عندي unknown عايز اعرفه، يعني unknown واقف وسط ارقام كده وعايز اعرف الunknown ده اجيبه ازاي؟ قال لك انت عندك كذا نوع من solving equation. ممكن equation دي تبقى one equation في variable واحد، في unknown واحد، ماشي؟ او two equation ومعايا two unknown، او 3 equation في 3 unknown. الثلاث حاجات دول بيتحلوا، ماشي؟ طيب نبدا باول حاجه. انا عندي ان انت تحل معادله فيها مجهول واحد. يعني ايه الكلام ده؟ انا مثلا في كل المعادلات اللي جايه دي هبقى عايز الاكس. هبقى عايز ايه يا فندم؟ عايز الاكس والباقي ارقام. يعني اعتبر ان الباقي ارقام، مش هيفرق معايا ايه هي الارقام المكتوبه، بس اللي يفرق معايا انت عايز مين. انا عايز الاكس. طيب الاكس دي اجيبها ازاي؟ بص هطبق ايه القاعده دي. ايه هي القاعده دي؟ بتقول ايه؟ بتقول لك ان انت عايز الاكس، صح؟ والله عايز الاكس، يبقى تشيل كل اللي حواليها. تشيل كل اللي حواليها. طب اشيل كل اللي حواليها ازاي؟ قال لك ان انت تخلص من كل حالات توديه الناحيه الثانيه. طب ازاي اوديه الناحيه الثانيه؟ بعكس البروسيس اللي معموله بيها. يعني ايه بعكس البروسيس؟ يعني لو هو معمول بلس وديه ماينس، ولو هو ماينس وديه بلس، ولو هو تايمز وديه ديفايدد، ولو هو ديفايدد وديه تايمز، ولو هو سكوير وديه روت. فاهم الفكره؟ العكس. ولو هو ساين شيفت ساين، هو كوزاين شيفت كوزاين، وهكذا. كل حاجه بتعكس العكس بتاعها. طيب فانا دلوقتي عايز الاكس. طيب اول حاجه تخلص من البعيد الاول. انا بفك حاجه، بفك اللي بره الاول، بعد كده بفك اللي جوه، صح؟ طيب اللي بره بالنسبه لي السي 2، فهتروح هناك ايه هي بلس، تروح هناك ايه ماينس، فتبقى ايه اكتب دول زي ما هم سي 1 اكس ايكوال واي ماينس سي 2. طيب بعدين عايز اتخلص من السي 1، هي معموله ايه تايمز، ايه عكس التايمز؟ ديفايد، فتروح هناك تبقى ديفايد. بس خلاص جبت الاكس. شوف الارقام اللي مكتوبه عندك هتلاقيك ايه جبتها على طول. مثال تاني، انا عايز الاكس هنا اهو. اعمل ايه؟ هتخلص من اللي بره. سي 1 معموله بلس، تروح هناك ايه ماينس، فتبقى بالشكل ده. طيب اللي معمول ديفايد هيروح تايمز، واللي معمول تايمز هيروح ديفايد، فتطلع معايا بالشكل ده. طيب بعد كده السي 2 معموله ايه تايمز، تروح هناك ايه ديفايد. فانا عملت دول في براكت، خلي بالك تعملهم في براكت، لان الحاجات اللي بعد كده اللي بعد كده هيبقى في كلهم، مش في الواي بس ولا في السي بس. وجبت الاكس، تعوض بقى بالارقام اللي موجوده عندك دي، جبت الاكس. طيب تعالى في دي، انا عايز الاكس. تخلص من دول معمول ايه ماينس، يروح هناك ايه بلس، يبقى واي سكوير بلس الناس دي كلها. طيب السكوير هتخلص منه ازاي؟ ايه عكس السكوير؟ الروت. بس فهتطلع بروت الكلام ده. طيب في حالتين بقى ايه خلي بالك منهم. لو الاكس موجوده هي في المقام او هي اللي معموله ماينس، في الحالتين دول بودي الاكس هناك واجيب كل اللي هناك مكانها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قلت لك واي بتساوي سي على اكس، ساعتها هتقول لي هروح اودي سي. لا، الاكس هي دلوقتي اللي هتروح. ليه؟ لان هي اللي معموله ديفايد، فهتروح توديها هناك وتجيب الواي مكانها. يبقى على طول في النهايه خالص لما اوديها هناك واجيب الواي مكانها تبقى ايه الاكس على طول بتساوي ايه سي على واي. خلصنا الموضوع. طب لو قلت لك ان الواي بتساوي سي ناقص اكس، عايز الاكس، اودي سي لما توديش، ودي الاكس نفسها اوديها هناك واجيب اللي هناك مكانها. يبقى الاكس في الحاله دي تبقى سي ماينس الواي. بس يا سيدي كده خلصنا سمك فيشن في 1 unknown. طيب في 2 وفي 3 دول افهموا من بتاع الرياضه احسن مني. يعني بتاع الرياضه هيفهمهم لك، بتوع الماس يعني هيفهمك احسن مني في الموضوع ده، لان في تريكات هو عارفها هيفهمها لك احسن مني في الموضوع ده. طيب تعالى بقى ايه فراكشن اوف ايه برسنتج. لما اقول لك فراكشن دي بارت على الاول، يعني اقول لك ايه، يعني انت دلوقتي معاك 10 جنيه، واحد قال لك ان انا معايا نص الفلوس اللي معاك، يبقى انا معايا كام؟ معايا 5 جنيه. طب بحسبها ازاي؟ بضرب النص في الاول، ماشي؟ طيب عندي برضو لما اقول لك برسنتج في المية بقى، انا عندي كام في المية؟ لو انا قلت لك انت معاك 10 جنيه وانا معايا 5 جنيه، انا كده معايا قد ايه منك؟ كام في المية منك؟ تقول لي 50%. طيب بنحسبها ازاي ال 50% دي؟ بقسم الخمسة على الاول ال10 اللي معاك، وبعد كده اضربها في المية، يطلع لي النسبة المئوية بتاعة الموضوع ده. تمام؟ بس كده خلصنا ايه كل الماثيماتيكال دوز اللي انت محتاجها عشان تحل اي مساله متعلقه بالماث. بالاضافه في شويه حاجات تريكات بسيطه بتاعه الكالكوليتور اللي هي سولفنج ايكويشن بالكالكوليتور اللي هي شيفت سولف، وان انت تعمل تحل تو ايكويشنز برضو مود مثلا والكلام ده.
وبس تبقى انت كده زي الفل. ماشي، اتمنى تكونوا استفدتوا. ذاكروا يا شباب، السنه لسه طويله، بس لازم تصابر، لازم كل السنه دي فارقه معاك، السنه دي فارقه معاك، ايه بتحدد مستقبلك. فذاكر واتعب واعمل اللي عليك وحط اقصى جهدك واستعين بربنا، وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك. اتمنى تكونوا استفدتوا وربنا يوفقكم ان شاء الله. وبس يا سيدي، هي دي الفيزياء. سلام.